اي بنك مركزي يا اوزون، وهذا كلام فقط لاوزون، وهذه محاضرة خاصة باوزون، هو اللي دافع تكاليفها بالكامل. اي بنك مركزي ما يقدر يتحكم، او يقدر يتحكم في حاجة من اثنين. يقدر يتحكم في حاجة من اثنين، يا اما الكوانتيتي اوف ماني اللي هي كمية الفلوس او كمية النقود، او الكواليتي اوف ماني اللي هي جودة النقود. ما يقدر يتحكم في الاثنين مع بعض. جميل هذا الكلام؟ يا سلام عليك. طيب هلا التريك كله السمارت ماني، الاموال الذكية، ايش تسوي؟ تعرف امتى، ركز معي في هالكلمة، ابغى عينك تصير جابانيزي كده. الاموال الذكية طال عمرك هي اللي تعرف متى تحول من الكوانتيتي للكواليتي، وترجع تاني من الكواليتي للكوانتيتي. كواليتي بمعنى جودة، كوانتيتي بمعنى كمية. فهمت؟ راح اعطيك مثال. الاموال الذكية هي اللي تعرف امتى تتحول، بس انت افهم هذه الكلمة اول، تتحول من جودة الفلوس الى كمية فلوس، وترجع امتى من كمية لجودة، وهكذا. هذه الاموال الذكية اسمها سمارت ماني. هلا السؤال مش كيف يا استاذ اوزون، السؤال مش كيف. كيف مرة سهل، اني احول من اسهم الى اراضي، وارجع للاسهم مرة ثانية، بعدين ارجع اشتري اراضي فرضا، او ذهب، او سندات. هذه كلها كواليتي، جودة. اسهم، مضاربات سريعة، عملات، كلها كوانتيتي. فهمت؟ دائما الكواليتي اوف ماني يكون عليها عائد منخفض. يعني اصول بتكون اصول، الكواليتي بتكون اصول ذات عائد منخفض بس امن. مرة ثانية، عائد منخفض ولكنه امن. خلاص؟ الكوانتيتي اوف ماني اللي هي كمية الفلوس تؤدي الى المضاربات. انت بتاخذ ريسك هاير، يعني هاير ريسك، عفوا، مخاطرة اعلى، بس بتاخذ عائد اعلى. السؤال مش كيف، السؤال متى. كيف سهلة، اي واحد حيقول لك، اي واحد ماشي في الشارع، اي واحد محاسب حيقول لك، اي واحد مالي حيقول لك، اي واحد اقتصادي حيقول لك. السؤال دائما متى. ما هذا هو السؤال، هو هذا اللي يبغى له بحث. امتى؟ هذا اللي احنا كل اللي قاعدين نسويه. عشان امتى؟ عشان ما انت متاكد من امتى، انت احيانا تكسب احيانا تخسر. فهمت؟ متى هذه ما معتمده على عرض وطلب ولا شيء، معتمده على ماركت سايكولوجي، على سيكولوجيه المتعاملين في السوق. هم اللي بيدفعوا العرض والطلب، هم اللي بيخلقوا نقطه التوازن. كل هذا يرجع لسيكولوجيه المتعاملين في السوق. نفسيتهم ايش، هم ايش شايفين في الفيوتشر، في المستقبل. السؤال دائما متى، مش كيف. كيف اي احد يقدر يقول لك هي، بس متى هي السؤال. انا احب اقول لك معلومه، انه اصل المضاربات جايه، المضاربه شيء احنا مجالنا في العملات. من وين جاي؟ اصل المضاربه في العملات كيف جاء؟ كيف انولد؟ هي انترست ريت اكسبكتيشن، هي توقعات سعر الفائده المستقبليه. بس فهمت الفكره هذه كلها؟ هذه الصوره لو قدرت تستوعبها يا اوزون، لو قدرت تستوعب هذه الصوره اللي انا قلت لك اياها، هتعرف امتى تشتري امتى تبيع. مش كزمن توقيت يعني الساعه كذا، لا. ايش المناخ الاقتصادي اللي اقدر اشتري فيه واحول من هنا لهنا. هذا لازم تفهمها. فهمتوا يا استاذ اوزون؟ فهمت الفكره كيف؟ هي هذه الفكره كلها، لو قدرت تستوعبها وقدرت تتخيلها. اهم شيء تقدر تتخيلها، ترى كله معتمد على قد ايش بوزيتيف خيالك يكون، يعني الخيال الايجابي عندك كيف. تخيل ايش اللي حيحصل، بس خيال مبني على، يعني على اساس علمي، مو مبني على تنل فيجن او رغباتك. That's the whole story. هذه كل الفكرة. دائما اسأل نفسك، لو انت عندك 100 مليون دولار وش راح تسوي الحين؟ دائما اسأل نفسك هذا السؤال. بالبيانات الاقتصادية اللي امامك، بكل المعلومات المتوفرة حواليك، لو انت عندك 100 مليون دولار ايش راح تسوي؟ انا شخصيا راح احطها في البنك وخلاص واعيش عليها، اعيش على الفوائد حقنا. امزح طبعا. ممكن اشتري بيهم ذهب،
بربعهم ذهب. شايف؟ على اي اساس تشتري على بربعهم ذهب او تشتري عماير؟ لو ما انت فاهم الوضع الاقتصادي الان، الكوانتيتي ولا الكواليتي، ما تعرف ايش تسوي. حتوزع هنا وهنا وهنا، حتلاقي نفسك خسرت هنا وكسبت هنا، لكن الخساره عوضت لك يعني المكسب، الخساره شالت لك المكسب، حتلاقي نفسك هجت ما رحت مكان. لازم تعرف اول شيء انت ايش في الوضع الاقتصادي اللي انت فيه. هل انت في تضخم؟ هل انت في كساد؟ هل انت في ستاكفليشن؟ هل الوضع امن؟ هل ما هو امن؟ هل ايش مدى ثقه كذا؟ عارف اشياء كثير لازم تدرسها، بناء على انت بتقرر تحط فلوسك فين، توزعها كيف. لكن تيجي تطلع كلها في دائره الفرض. انت داخل على فتره مثلا انتعاش اقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه، لاي سبب ما الدولار حيطلع، تروح تحط ربعا في الدائره، معناته انك خسرت الربع هذا. وعشان كذا بقول لك لازم تكون هذه الفكره في دماغك. تعرف اي مناخ انت قاعد تشتغل فيه، بالتالي تعرف ايش العائد المطلوب، بالتالي تعرف ايش المستقبل حيكون، عشان تعرف انت تطلع من عملياتك. يعني لو انت اشتريت اراضي تعرف انت تبيعها، لانه ممكن الاراضي تنزل. الان كثير ناس في المملكه العربيه السعوديه يا اوزون بعد ازمه الاسهم دخلوا في الاراضي. هلا ايش المشكله اللي حتواجههم الان؟ انه لو هذول الناس الاسهم نزلت الأراضي طلعت، هلا المشكله جايتك ازمه اقتصاديه جديده الان بسبب البنوك ما راح تقرض، معناها اسعار الاراضي راح تنزل، لانه كثير من رجال الاعمال الكبار راح يلجأوا للسيوله السريعه، يبيعوا اسهم، ممكن يبيعوا عقار، ممكن يبيعوا اراضي، ممكن يبيعوا اي شيء عشان يحصلوا على السيوله، لان البنوك جامحه انها تقرضهم ولازم يمشوا البزنس حقهم، فمعناها ورطوا. لازم تعرف انت في اي مناخ اقتصادي شغال، بناء على ايش؟ على المعلومات اللي عندك. ما عندك 100 مليون تقول احب ربعهم بالذهب، وش دراك انه الذهب حيطلع؟ ما ممكن ينزل، لو نزل زي النزله هذه انت تخيشت.